هو ليه رغيف العيش اللي بتنتجه الحكومة لسه ب5 قروش؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. قصة رغيف العيش دي قصة طويلة، لكن هل تعلم إن مصر بتستهلك سنوياً 22 مليون طن من الأقماح؟ طب أنت تعرف إن مصر بتنتج منهم حوالي 10 مليون بس؟ يعني تقريباً أكتر من نص احتياجاتنا من القمح إحنا بنستوردها. طب بنستورد قد إيه ومنين؟ بنستورد تقريباً أكتر من 12 مليون طن. طب ما فهمتش برضه فين المشكلة؟ المشكلة إن روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين للقمح في العالم. روسيا لوحدها بتصدر أكتر من 17% من إجمالي صادرات القمح العالمية. وفيما يتعلق بينا فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في بيان إن روسيا تصدرت قائمة الدول اللي مصر استوردت منها قمح في أول 11 شهر من سنة 2021، وسجلت قيمة واردات مصر منها حوالي 1.2 مليار دولار، وبكمية بلغت حوالي 4.2 مليون طن، وده كان بنسبة 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح. وعندك أوكرانيا جت في المركز الثاني بقيمة تقريبا 649 مليون دولار، وبكمية بلغت أكتر من 651 ألف طن، وده بنسبة 10.7% من واردات مصر برضو من القمح. يعني أنت كده عندك 80% من القمح اللي بتستورده جايلك من الدولتين اللي بيتخانقوا مع بعض. عرفت المشكلة فين؟ من حوالي 9 شهور بدأت روسيا ما أسمته بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن الوقت ده وعينك ما تشوف إلا النور، الكوكب دخل في حتة ضلمة. ومش بس الدولتين طرفي الصراع هم اللي اتأثروا، ولكن العالم كله تقريبا، بما فيهم الدول الأوروبية الجامدة جدا المتطورة. وعلى الرغم من إن الحوار ده في قارة تانية، إلا إن أصداؤه وصلت عندنا هنا وبسرعة. وزي ما قلنا قبل كده إن العالم ده قرية صغيرة، فالأزمة سمعت عندنا في ملف خطير وهو القمح. تخيل مصر يا سيدي الفاضل كانت الدولة الأولى في العالم في استيراد القمح. المشكلة بقى إنها كانت إيه ده بعد الأرقام دي كلها وبتقول لي كانت؟ أيوة، علشان مصر بقالها فترة بتخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وقطعت شوط كبير في ده بجانب انه كان في تامين مخزون استراتيجي من القمح علشان الازمه ما تاثرش علينا. ويمكن ده اللي مخلينا مش حاسين بازمه في ملف القمح او رغيف العيش. وتخيل برغم كل ده رغيف العيش المدعم لسه ب5 قروش. مصر حطت شويه خطوات عشان تزود محصول القمح وعلشان تحقق نسبه اكتفاء ذاتي تصل ل 80%، وده في اطار رؤيه مصر 2030، وده من خلال برامج التوسع في الرقعه الزراعيه ومشاريع قوميه وصوب زراعيه. في مصر 20 نوع قمح بيتم زراعتهم على المستوى التجاري في كل مناطق الجمهوريه، منها 14 صنف قمح الخبز، وكلها بتتميز بالانتاجيه العاليه في المحصول ومقاومه الامراض. ده بجانب انها زودت قيمه الدول اللي بتستورد منها قمح وبقى تقريبا عندنا 20 مصدر، وكمان وفرت لهم حوافز، وده شجع الفلاحين اكتر على زراعه القمح وتوريده للحكومه. مصر كمان توسعت في موضوع صوامع تخزين القمح، وده علشان تخزينه وحفظه باحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم، وكمان تطبيق النظم الحديثه في ادارتها. المشروع القومي للصوب الزراعيه بيهدف الى القضاء على الفقد الكمي والنوعي من الحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحه، واللي كان بيصل نسبته لحوالي 10%. فكده مصر دورت على بدائل خارجيه لتامين احتياجاتها من القمح، وكمان لسه مكمله في خطتها الداخليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وليه لا نبدا نصدر كمان. وبكده السؤال الصح هنا تفتكروا لو ما كانتش مصر خدت الخطوات دي وامنت احتياطياتها من القمح واشتغلت على تحقيق الاكتفاء الذاتي، تفتكروا وضعنا كان هيكون عامل ازاي؟ سلام.